أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم طارق ميرو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالى النهاردة نشوف مين الشخص اللي بيفكر فيك ومشغول بيك دايما وانت ما تعرفش، يعني انت دايما شاغل باله وعقله تفكيره، لكن انت ما كنتش تتوقع ان الشخص دوت مثلا بيفكر فيك في الفترة الحالية. تمام. القراءة هتبقى من خلال حروف اسمك انت، ما تحطش اي حد في دماغك خالص، مش في نيتك. تمام. علشان طبعا احنا مش عارفين مين اللي بيفكر فيك، فالقراءة تبقى بحروف اسمك انت. وطبعا اللي محتاج ان هو يختار بالكروت، فدي هتبقى مجموعة رقم 1 مجموعة رقم 2. تمام. اللي اول مرة بقى بيزور القناة يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه عندي في القناة. الحروف هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت، واللي حابب يحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم التواصل برضو في صندوق الوصف تحت. فيلا بينا نبتدي على طول بالقراءة رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 1، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف أهم حاجة في القراءة الطاقة بتاعتك أنت، علشان القراءة تشوف هي منطبقة معاك ولا لا. الطاقة بتاعتك أنت. مم. طيب الطاقة بتاعتك أنت ممكن تكون متزوج فعليا، يعني ممكن يكون أنت عندك زواج و لكن الزواج ده أنت حاسس فيه إن أنت فاقد السند، فاقد الحنان، حاسس فيه بفقدان. يا إما أنت بتحب شخص جدا 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 وانت شايفه هو الزوج وهو السعادة، وانت منسجم معاه جدا جدا ومتفائل قوي بالعلاقة بتاعتك بيه. بس ممكن يكون في خلافات دلوقتي ما بينك وما بين الشخص ده. وممكن يكون كمان في الطاقة بتاعتك ان انت ممكن تكون فاقد حد من الوالدين، يعني ممكن تكون انت يتيم مثلا اب ام، او حد من الاسرة عندك مثلا عمك او حد مثلا قريب ليك، انت حاسس ان هو ان انت فاقده جدا جدا جدا. او ممكن يكون في انفصال ما بينك وما بين حبيب انت بتفكر فيه دلوقتي، وده عامل لك حالة من اليتم او حالة من الزعل او حالة من الفقدان. تمام. شايفة برضو في الطاقة بتاعتك ان انت بتراقب حد قوي، في حد انت حاطه في نيتك وبتراقبه جدا جدا. كمان شايفاك ان انت ممكن تكون عندك مسؤوليات كتير جدا واقعة على كتافك، يعني ممكن تكون انت عندك مثلا بيت اسرة اولاد، عندك يعني مسؤولياتك انت. ومن خلال كل مسؤولياتك دي او مع كل مسؤولياتك دي انت برضو بتفكر في شخص وبتراقبه جدا جدا جدا. وممكن يكون انت شخص اصلا متحمل المسؤولية، مش شرط يكون انت عندك زواج او بيت او كده، وبتراقب حد، بس الحد ده ممكن يكون قريب منك، ممكن يكون مثلا جارك ساكن قدامك، حد قريب منك في المكان عينك عليه دايما باستمرار، او ممكن يكون حد انت بتشتغل معاه وانت دايما عينك عليه جدا جدا. كمان شايفة في الطاقة بتاعتك ان انت ممكن يكون في حد كان في حياتك انت كنت فاكره ان هو وفي ليك، لكن انت اتضح لك ان هو خاين، ودوت حاجة اتكشفت لك قريب جدا، ان دوت شخص خاين في حياتك جدا، او بيخونك، او بيتكلم عليك في ظهرك. في حد مضايقك في حاجة وانت زي كأنك عاوز حقك يرجع لك من عند الشخص ده تاني، عاوز تنتصر على اشخاص او شخص. تمام. واضح ان انت خسرت حاجة بسبب اشخاص، وان انت ممكن تكون كنت بتتعامل معاهم بحسن نية، لكن انت ما لقيتش رد المعروف، يعني لقيت الناس دي بتعاملك باسلوب مختلف عن اللي انت كنت بتتعامل بيه معاهم. بيغلب على طاقتك برضو العناد شوية شوية، ممكن تكون انت عنيد شوية. كمان شايفاك ان انت بتحاول تجمع اخبار عن شخص كده دايما بتفكر فيه كتير. تمام. فدي الطاقة بتاعتك انت. قبل ما اقفل كمان الطاقة، واضح ان انت حد عملي جدا جدا جدا، يعني لو انت بتشتغل وعندك شغلك وعملك، فواضح ان انت حد مجتهد جدا جدا في العمل بتاعك. تمام. طيب دي الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب مين بقى الشخص اللي بيفكر فيك؟ هنشوف مواصفاته، هنشوف هو مين وبيفكر فيك ليه، يعني ايه اللي يخليه بيفكر فيك ومشغول بيك. طيب مين هو الشخص ده؟ وبيفكر فيك ليه الشخص دوت؟
اولا الشخص ده حد غيور جدا 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 جدا، يعني وجدا دي حط تحتها 100 خط. شخص بيغير قوي، شخص متعدد العلاقات، وخلي بالك. طيب متعدد العلاقات فمعنى كده ان انت من ضمن علاقاته؟ لا، معنى كده ان انت حد مختلف عن العلاقات اللي هو كان فيها. شخص ممكن يكون الشخص دوت الناس بتبصله كتير جدا لدرجة ان هم بيحسدوه كتير. ممكن يكون شكليا حلو قوي، ممكن يكون شخص مرموق في الحال في المستوى، ممكن يكون مادياته عالية، فالناس دايما بصله على حاجة، الناس دايما بتحسده على حاجة. الشخص دوت ليه أعداء كتير الشخص دوت. وكمان أقول لك على حاجة، ممكن يكون اتخان من حد قبلك، يعني هو ممكن يكون كان عنده علاقة قبلك، العلاقة دي كان فيها خيانة بالنسبة له، فدي حاجة تعبته جدا جدا جدا. كمان الشخص دوت شخص كريم، يعني شخص معطاء. ممكن يكون كمان بيفكر ان هو يديك هدية، او يكون مثلا كان في ما بينكم هدايا قبل كده. الشخص ده برضو ممكن يكون مستني ميراث، او عنده ورث مثلا مستنيه، او حاجة زي كده. الشخص ده كمان ممكن يكون صغير في السن، انا مش حاسة ان هو كبير، هو شخص صغير في السن، شخص لسه مبتدئ في الحياة، او لسه صغير مش كبير برضو زي ما بقولك. الشخص دوت ممكن يكون برضو في حد في أسرته مريض تعبان، والحد ده ممكن تكون والدته، أو هو مثلا مرتبط بوالدته جدا جدا جدا، أو ممكن يكون فاقد للأم، فدي حاجة تعباه قوي قوي. تمام. الشخص دوت ممكن يكون في أشخاص كتير بتحاول توقعه، أو بتحاول إن هي تنتصر عليه، شايفين إن هو شخص مجتهد في حياته جدا، فهم عايزين إن هم يهزموا الشخص دوت. ممكن كمان يكون الشخص دوت خسر أموال الفترة اللي فاتت، لكن هو بيحاول يقف على رجليه تاني، بالرغم ان هو ممكن يكون عنده مادياته اللي هو مستنيها تجيله، اللي هي زي ورث او حاجة زي كده. كمان شايفة ان الشخص دوت ممكن يكون بيسافر مثلا برا، بيشتغل، بيصرف على اهله، بيساعدهم، آه يعني مسؤول عن والدته قوي، او زي ما قلت لك هو متعلق بالوالد قوي او باهله. تمام. الشخص دوت شخصيته يعني ممكن برغم صغر سنه، لكن تحسه ان هو شخص يعتمد عليه جدا جدا، شخص قوي، شخص تاخده سند وتعتمد عليه قوي. كمان الشخص دوت ممكن يكون ليه علاقة بالقضاء او القانون، ممكن يكون دي اصلا طبيعة عمله، مثلا يكون محامي، ضابط، اي حاجة ليها علاقة بالقضاء او القانون، او هو شخص حازم جدا جدا في قراراته، يعني شخص بيعرف ياخد قرارات صح. كمان شايفة في هو مين الشخص دوت اللي بيفكر فيك في السر؟ هو حد طيب، يعني بص هو مش خبيث، مش ملاوع، لا هو حد طيب، حد يعني تحس اللي في قلبه على لسانه، شخص بيحب الاهتمام جدا جدا. آه ممكن للبعض يكون الشخص دوت عنده مشكلة في جسمه، يعني مثلا عنده حاجة في جسمه، مثلا مرض، مثلا عنده كان دراعه مكسور، رجله مكسورة، حاجة زي كده، او هو فاقد لحد من الوالدين، او زي ما قلت لك طبعا وشرحت لك وعرفتك هو مين. تمام. طيب الشخص ده بيراقبك ليه بقى؟ اولا ممكن يكون الشخص دوت بيسافر وبيبص عليك من مكان بعيد، او هو في مكان بعيد وعاوز يرجع لك، او هو حاسس ان في بعد مسافات ما بينك وما بينه. بيراقبك ليه الشخص دوت؟ لان هو حاسس ان هو ما بيرتاحش مع حد غير معاك انت، شايلك في قلبه ومتمسك بيه، وانت السر اللي في قلبه، يعني انت السر اللي خفي عن كل الناس، ان هو بيحبك انت. واضح ان في كلام حصل ما بينك وما بينه هو مش قادر ينساه، في مواقف حصلت ما بينك وما بينه خليته يحبك اكتر، خليته يتعلق بيك، فده الحاجة اللي مخليه دايما يفكر فيك، متواصل معاك بالروح جدا 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 الشخص ده. متفائل وعنده تفاؤل ان العلاقة دي ممكن يكون فيها خطوات بعد كده، يعني ممكن يكون فيها ارتباط. مشكلة الشخص ده كمان ممكن يكون ان هو شكاك، ممكن يكون بيشك ان انت في حد غيره في حياتك، او ان انت اصلا مرتبط بحد غيره.
كمان الشخص دوت بيفكر فيك ليه، او يعني بيبص عليك ليه او بيراقبك ليه؟ علشان هو عاوز يكون في علاقة ما بينكوا، علاقة رسمية. يعني الشخص دوت عاوز يكون في ما بينكوا ارتباط رسمي. كمان الشخص دوت ممكن للبعض يكون دوت طليق، كان زوج، فهو عايز يرجع العلاقة دي تاني، عشان كده هو عمال يفكر فيك كتير. تمام. فأنا كده غالبا قلتلكوا كل مواصفات الشخص دوت. هو شخص صغير مش شخص كبير في السن، يعني مثلا هنقول من حدود 25 سنة مثلا، يعني مثلا 34، مش هيزيد عن كده، 35 برضو. يعني هو في الحدود الرينج ده، مش أكتر من كده الشخص ده، لأن أنا شايفة إن طاقته صغيرة جدا جدا. تمام. الأبراج بتاعتك أنت ممكن تكون أنت برج الحوت، برج الدلو، برج القوس. دي أبراجك أنت. أبراجه هو برج الجدي، طور، حمل، دلو، ميزان، جدي. بس دي أبراجه هو. فأنا بشكركم جدا جدا أصحاب الاختيار رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف أول حاجة الطاقة بتاعتك أنت، علشان تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لأ. تمام. طاقتك. ومين الشخص اللي بيفكر فيك؟ تعالى بقى نطلع لك كل كروتك مرة واحدة. وبيفكر فيك ليه الشخص ده؟ طيب الطاقة بتاعتك انت، واضح ان انت حد مهتم بشكلك جدا جدا. يعني لو انت انثى فانت واضح بقى ان انت مهتمة بلبسك، شعرك، مكياجك، الميك اب بتاعك. بتهتمي قوي قوي بأدق التفاصيل في حياتك. واضح ان انت يعني شيك قوي، او انت شخص شيك قوي في لبسك. او يعني ايه شيك قوي برضو، عشان الناس اللي مش تفهم كلامي، يعني بتظبط نفسك جدا جدا جدا، يعني مهتم بنفسك قوي. شخص غيور بطريقة فظيعة، بتغير قوي قوي. مش بتغير من اشخاص، انت بتغير على شخص انت بتحبه. ممكن تكون انت شخص بتحاول تبين ان انت متكبر، او الناس بتشوفك بالصورة دي ان انت شخص متكبر. او ممكن يكون انت ما بتختلطش بكل الناس، يعني انت عامل حدود ما بينك وما بين الناس. ودي حاجة مخلية الناس تشوفك بصورة مختلفة، ان انت شخص متكبر، انت شخص ما بتحبش تتكلم معاهم، ان انت شخص كمان مسيطر على نفسك قوي قوي. ودي فعلا حقيقة فيك، واضح ان انت بتسيطر على نفسك قوي. شخص اللي هو لما بتحب حد ما بتروحش وتندلق عليه كده وتقول له انا بحبك، ولا بتستنى لما الحاجه تجيلك لحد عندك. فانت تقيل جدا جدا جدا، ده واضح قوي في شخصيتك على فكره. بالرغم ان انت ممكن تكون صغير في السن قوي، سنك صغير، لسه يعني مش ما ادركتش حاجات كتير في الحياه، لكن بتفكر باسلوب حلو قوي انت، يعني صراحه. ممكن تكون برضو فائد لحاجه، الحاجه دي برضو مضايقاك. كمان شايفاك ان انت ممكن يكون عندك مثلا آه حب ان انت تساعد الناس اللي حواليك قوي، تحب تفكر في الناس اللي حواليك. بتراقب حد برضو، ومراقبة شديدة قوي قوي، بتراقبه بغيرة. وحاسس ان انت شخص ساذج، بتقول لنفسك انا ايه السذاجة اللي انا فيها دي؟ انا ايه اللي بيخليني اقعد اراقب فيه؟ يعني الشخص ده عايش حياته، مش بيبصلي، مش بيفكر فيه، يعني انا ايه اللي مخليني مهتم بالشخص ده كده؟ لكن احلى حاجة فيك وعجباني انا شخصيا ان انت عندك ثقة بنفسك عالية قوي. ان انت شخص بتعرف تستقل مع ذاتك ومع نفسك من غير اي شخص. يعني انت مش بتستنى شخص او مش بتعتمد على اشخاص، لا بالعكس، انت شخص قيادي. يعني انت اللي الناس تعتمد عليك، وده حلو قوي في شخصيتك. تمام. شايفاك ان انت مكتفي بنفسك جدا. ممكن كمان تكون ما بتستخسرش في نفسك حاجة. وكمان هقولك على حاجة، ممكن تكون بتصرف فلوس كتير على مثلا على متطلباتك الشخصية، بس دي حاجة بتحسسك شوية ان انت ايدك بتصرف في حاجات ملهاش لازمة ساعات. لكن انت ما بتحرمش نفسك، خصوصا لما تبقى الحاجة
ليها علاقة بحاجتك الشخصية انت، بمتطلباتك انت الشخصية. تمام. كمان شايفة في الطاقة بتاعتك ان انت ممكن تكون بتفكر في شخص بعيد عنك في المسافات، او ممكن يكون الشخص دوت انت مستني شخص يجيلك قريب، او مستني حد مثلا يعمل زيارة ويجي عندكوا، او كمان شايفة ان انت ساعات بتبقى عنيد قوي قوي، ان انت بتبقى مشتاق لحد وبتبقى عايز تروح تقوله ان انت مشتاق له، بس العند فيك هو اللي بيخليك تقف في مكانك، اللي هو انت بتقول لنفسك لا انا مروحش اقول له، هو اللي يجي يتكلم معايا. مستني ان شخص ياخد معاك خطوات، انت واقف في مكانك ثابت. ساعات بيغلب على طاقتك الغموض، ان انت شخص غامض والناس بتبقى ساعات كتير مش فاهماك. تمام. طيب دي كلها الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب مين بقى الشخص اللي بيفكر فيك؟ الشخص دوت ممكن يكون كان مريض الفترة اللي فاتت، كان عنده مثلا تعبان او كان مريض او كان في حاجة برضو تعبان، او ده شخص ممكن يكون ملهوش في الارتباط والعلاقات قوي، يعني شخص من الصعب ان هو يفكر في حد وان هو يرتبط بحد وكده. شخص دايما مهتم بحاله، مهتم بمشاريعه، بمادياته، ما بيحبش يخش في علاقات، او الشخص دوت بيخاف. الشخص دوت بيخاف من العلاقات. ليه؟ لان واضح ان هو اتجرح قبل كده، فهو بيخاف يخش علاقات، مش عايز يخش ويخوض تجارب تاني، او هو بيراقب كده من بعيد لبعيد. طيب مين برضو الشخص اللي بيراقبك؟ الشخص دوت واضح ان هو حد كان معاك منذ الصغر، يعني ممكن يكون ده شخص انتوا اتربيتوا سوا، او شخص مثلا بيجمع ما بينكم ذكريات منذ الماضي، بتخليكوا انتوا الاتنين يعني او بتخليه هو يفكر فيك كتير جدا الشخص ده، لان احنا طبعا بنطلع عليه هو مش ليك انت. الشخص دوت شايفاه ان هو شايفك انت توأم روحه، يعني هو بيفكر فيك وحاسس ان انت توأم روحه. الشخص دوت شخص حنين، شخص طيب برضو، بس دايما قلقان خايف من حاجة. شخص متقلب المزاج، يعني مش مستقر على مزاج معين، يعني شوية تحس ان هو فرحان مبسوط بيتكلم كويس، وشوية تلاقيه بيقلب مرة واحدة. في حاجة عاملة له عدم توازن الشخص دوت، دايما قلقان من حاجة ودايما خايف على حاجة. شخص بيظهر القوة جدا جدا، ان هو قوي وان هو، لكن من جواه ان هو ضعيف على فكرة يعني. ممكن كمان يكون في وضع تعبه جدا في حياته، فهو بيحاول يتأقلم مع الوضع ده في الفترة الحالية، او هو تأقلم مع وضع، والوضع دوت يعني اللي هو خلاص بقى مستمر في حياته دلوقتي. الشخص دوت واضح ان انت وهو تعرفوا بعض، لان الشخص دوت مفتقد لحنانك ليه، مفتقد لذكريات حلوة بتجمعكم مع بعض. الشخص دوت واضح ان هو اللي قطع معاك الكلام. كمان الشخص دوت بيفكر بطريقة حلوة جدا جدا، يعني عقله سليم جدا في التفكير. شخص بيواجه جدا برضو، لكن بيحاول يبين لك ان هو قوي، يعني هو بيحاول يقلدك على فكرة، بيحاول يبين لك ان هو قوي وان انت مش فارق معاه وكده يعني. ممكن كمان يكون في العمل بتاعه، لو هو بيشتغل مثلا فهو في ناس تحت ايديه، يعني هو مثلا المدير بتاعهم، اللي هو مثلا بيمشي الشغل بتاعه، يعني في ناس تحت ايديه هو ممكن يكون بيحاول يبقى هو ليه سلطة عليهم، او مثلا بيحاول يثبت للناس ان هو ليه كلمة وان هو ليه وضعه وليه رأيه اللي الناس لازم تسمع كلامه فيه. الشخص ده ممكن يكون كان في بعض الأشخاص كانوا بيسخروا منه في شيء، يعني مثلا ممكن يكون كان في حد بيحاول يقلل من قدره الشخص دوت، فدي حاجة كانت تعباه، كانت مضايقاه. تمام. ممكن كمان يكون هو اتظلم في حياته كتير الشخص دوت. الشخص دوت سنه شايفاه ان هو ممكن يكون تلاتيناتي ومعدي الشخص ده. تمام. لكن مش حاسه ان هو اقل من كده، بس ده احساسي في سنه. آه شغله مش باين ان هو بيشتغل ايه، لو هو بيشتغل فعلا مش باين عندي، مش طالع حاجه زي كده، بس انا يعتبر قلت لك كل المواصفات بتاعته او معظم المواصفات بتاعه الشخص ده. طيب الشخص ده بيراقبك ليه بقى؟ بيراقبك لان هو عايز يرجع لك تاني، عاوزك تكون موجود معاه، عاوز رجوع، يعني في كارتين هنا للرجوع، فمعنى كده ان ده كان شخص انت كنت على علاقه بيه، هو عاوز رجوع معاك تاني، هي ملهاش حل تاني وملهاش كلام تاني يتقال. الشخص دوت عاوزك ليه او بيفكر فيك ليه تاني؟ لان انت وحشه
هو بيحبك وعايز رجوع معاك، الشخص دوت متعلق بيك جدا جدا جدا، متعلق بيك قوي. يعني بص، ده كارت التعلق، بيفكر فيك كتير قوي. آه مش قادر يطلعك من تفكيره، عشان كده هو عمال يفكر فيك، بيحبك. يعني هقولك ايه، هو بيحبك، عاوز يرجع لك تاني، عاوز يكون في ما بينكم تواصل تاني. حاسس ان هو ممكن يكون ضايقك، ممكن يكون جه عليك وظلمك، لكن هو عايز يرجع العلاقة دي معاك تاني، فعشان كده هو بيفكر فيك. تمام. طيب الأبراج بتاعتك انت، الأبراج بتاعتك انت برج الثور، عذراء، انتوا ممكن تكونوا أغلبكم أبراج ترابية، كمان سرطان. بس دي الأبراج والأبراج الترابية كلها. كمان هو الميزان، العقرب، الأسد، الجوزاء، حمل، ممكن برضو برج الحوت أو برج الدلو. تمام. بس كده، فأنا بشكركم جدا جدا أصحاب الاختيار رقم 2. لو عجبكم بقى الفيديو، ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة لأول مرة بتزوروا قناتي، ادعموني بزر اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه عندي في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.